الرحمن الرحيم، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ هنتكلم النهارده عن حلقه مهمه وهي تهجين الحمام. لو انت غاوي اكل حمام، لو انت من الناس اللي بتحب تاكل حمام وعايزه تاكل وتشبع، هنتكلم النهارده عن الحمام البلدي. ازاي نهجن حمام بلدي ويطلع في الاخر حمام بلدي تقيل. مش هقول لك هات حمام رومي ولا حمام كينج والقص ب 300 جنيه و400 جنيه و500 جنيه وكله، لا. احنا هنعمل معادله بسيطه دلوقتي كده، وهنطلع من خلالها قص زغليل تقيل. بالبرد كده اسمه حمام تلاتينات او تلاتينات، اللي هو الحمام البلدي بيبقى مدملك شوية. بدل ما يكون الحمام معصفر وضعيف في ايديك، لا، يكون الحمام تقيل. وفي نفس الوقت هناخد حاجة هجين وسط بين الحمام البلدي وفي نفس الوقت بين الحمام الرومي. حاجة كده بيقول عليها ايه زمان، الحمام القطاوي. طيب، نبدأ مع بعض كده ان شاء الله، وهنقول لكم ازاي بنبدأ نعمل الهجين ده. اول حاجة بنجيب دكر حمام شعبي، رومي شعبي او كينج شعبي. مش هقول لك هات سلاله نضيفه، لا، اي دكر شعبي من السوق، او اي فرد حمام تقيل في السوق. اي دكر قدامك تقيل حاسه كده مليان، حاسه ان هو دكر كويس، وهتجوزه له انتايه زاجل او انتايه بلدي تقيله. تكون انتايه مدملكه برضو شويه، او انتايه زاجل، او في نوع اللي هو الحمام اللي هو الزاجل اللي هو التقيل الكروزرات، تمام. او الحمام اللي هو بيبقى ساعات فيه حاجات عبسي تقيله، تمام. الفكره من التهجين دوت ان انا اطلع فرد بلد تقيل. الفرد البلد التقيل، هتيجي تنزل السوق لو هتفكر تبيعه هيتخطف منك، هتلاقي التجار حواليك بيخطفوه منك. لو انت عاوز تاكلهم في بيتك وغاوي عايز تاكل في بيتك وخلاص، لا، هتاكل وهتشبع منه. الفرد هيبقى مش خسارة في الأكل. في نفس الوقت ال الوزن بتاعه على الميزان هيبقى كويس، وهيبقى شكله مرضي قدامك، وهيطلع فرد صحته كويسة وفرد كويس. ده بالنسبة للحمام التهجين البلدي. ده كده حلقة صغيرة كده بسيطة ومعلومات سريعة. وإن شاء الله هعمل لكم حلقة كمان عن التهجين العالي. التهجين بقى الحمام اللي هو اللحم الفرنساوي، الحمام الكينج، الحمام الشعبي، الحمام الكينج الرومي. وازاي اطلع سلالة رومي حر. طبعا الرومي هو بزراميط بين الكينج وبين الروماني وبين الانواع التانية التقيلة. بس هنعمل احنا سلالة كده من نفسينا. معلش المربى هيتعب شوية، بس هي هيعمل باب كده لنفسه. لو انت غاوي حمام هتعمل باب، هيريحك بعد كده. هتفرق معاك في الاحجام وفي المناعه وفي الصحه، وهيفرق معاك في شكل فرد الحمام عندك في المكان. وبالتالي برضه في سعر الجوز. انت برضه الجوز الضعيف غير الجوز اللي مالي مركزه يعني. الجوز الحمام التقيل اكيد طبعا مش هتبيعه بنفس السعر بتاع جوز الحمام الضعيف. وفي نفس الوقت اللي هيشتري منك مره حمام كويس اكيد طبعا هيستمر معاك يعني، غير لما ياخد منك حمام ضعيف ورفيع وكده. لا خلاص، مش هيعجبه الحاجه بتاعتك. لو انت مثلا عندك كميه بتبيع لتجار او بتبيع لمطاعم، اكيد طبعا المطعم يهم برضو ان الحمام يبقى حاجه برضو في وشه كويسه، تتقدم للضيوف عندهم، مش عارف ايه الكلام دوت. فالحاجات ديت مهمه جدا، يعتبر اساسيات دلوقتي، مع ارتفاع تكلفه الكلفه، مع ارتفاع التكلفه، مع ارتفاع كل حاجه دلوقتي الاسعار. لا، يبقى انا اطلع في الاخر فرد تقيل، فرد محمل، فرد يشبع، فرد كويس يعني. فرد الواحد يدفع فيه فلوس. مش اقول لك بقى طلع لي دكر بط، يعني فرد دكر بط، لا، يطلع فرد يعني، ما يعني الواحد هيبقى متقبله يعني الى حد ما. تمام. في برضو ممكن نجيب برضو انواع تانية، ندخل صفات تانية. الصفات يعني اللحم الفرنساوي، في مثلا تجيب دكر لحم فرنساوي زيادات عند حد من زمايلك، عندي مش عارف تاجر مش عارف ايه، ممكن تجيب دكر لحم فرنساوي تجوزه الانتايه بلدي. او زي ما قلت لكم برضو الانتايه زاجل، برضو بيطلع نوع كويس وبيطلع تهجينه كويسه. طيب، عايز تعلى شويه في التهجينه وعايز توصل لمستوى اعلى شويه، هتجيب بقى دكر رومي وهتجوزه الانتايه لحم فرنساوي. دي حاجة تطلع ما شاء الله، برضه هيطلع أحجام كويسة وأحجام ممتازة. في برضه إن أنا ممكن أجيب دكر كينج محترم وأجوزه لانتايه لحم فرنساوي، نفس النظام هيطلع برضه أحجام كويسة. حابب إن أنا برضه أجيب حاجة أعلى، وممكن أجيب دكر روماني وأجوزه لانتايه رومي. هياخد برضه الشكل بتاع الدكر الروماني، الطول وكثافة العظم والكلام دوت، وهياخد التقل بتاع النتاية.
بس يعني مش هيديك كثافة في الإنتاج أو سرعة في الإنتاج. دايما بيقولوا النتاية اللحم الفرنساوي، لأن النتاية اللحم الفرنساوي معروفة إن هي سريعة كثيفة الإنتاج وسريعة في الإنتاج وكده، وبتلحم العش في العش زي ما احنا عارفين. ممكن ذكر رومي شعبي مع انتايه زاجل هيطلع حاجة كويسة برضو. طول ما انت في المجال، او انت طول ما انت في المجال الغواء او في الاسواق او كده، هتقابل حمام كتير وهتقابل حمام تقيل. انت بعينيك شوف الذكر كويس، وانت شوف المكان عندك، شوف النتاية عندك كويسة، وهجن. يعني انت هجن وطلع سلالة كويسة، واستمر. جيل اول وجيل تاني وجيل تالت هيطلع معاك في الاخر اوزان ممتازة. حاجة تبقى في الأول وفي الآخر مرضية، وفي نفس الوقت حاجة أنت تبقى حتى لما هتفكر تبيعها في المستقبل، لأ هتبقى ماسكة سعر معاك. فالحوار ده جميل، الحوار ده مش وحش، أنصح أي حد يعمله. خلاص بقى يا جماعة، مبقاش في حمام اللي هو البراد المعصفر بتاع زمان ده، الحمام الأسواق، الحمام البري، الحاجات دي كلها مبقتش ليها لازمة. انت جوز الحمام دلوقتي أقل جوز حمام في السوق 100 جنيه. لأ بقى، طالما أنا هشتري وهشتري جوز حمام، يبقى أنا أشتري جوز حمام يستاهل. لأ، أنا أدفع 120 ولا 130 وآخد جوز بتمن جوزين. يعني آخد جوز محترم ب120 جنيه، أحسن ما آخد جوزين ب200 جنيه من الحمام اللي هو الضعيف. هيفرق معايا في توفير. وفي نفس الوقت برضو في التكلفة. أنا برضو لو أنا هأكل عندي 10 تجواز، لا يا باشا، أنا مش عاوز الزحمة دي كلها في الأوضة. أنا عايز جوزين تلاتة محترمين تقال، يطلعوا له زغاليل كويسين، وهيوفروا معاك في المكان، وهيوفروا معاك في الخدمة وفي الرعاية والأدوية في كذا حاجة. وفي نفس الوقت هتبيعهم بسعر كويس. يعني انت يوم ما هتفكر تبيعهم هتمسك سعر. فهو دوت دلوقتي الاتجاه اللي ماشي دلوقتي. وانصح اي حد عنده حمام بارد ضعيف يتخلص منه. ارمي يا باشا كل ده، اذبح الحمام الضعيف، الحمام الرفيع، اذبح، اخلص منه. وقف عندك حمام يستاهل. الكلفة غالية والأكل غالي والتكلفة غالية. لأ، طالما بقى إن أنا هراعي وههتم وهخدم حمامي، يبقى أنا فعلا آخد من وراه إنتاج كويس. فدي كده يعني كمقدمة كده عن التهجين. وإن شاء الله نعمل برضو يعني حاجة عملي، ونوريكم حاجة عملي من التهجينات بقى اللي أنا شغال بيها. بس إن شاء الله لسه هجهز فيها، برضو لسه بجهز فيها، وإن شاء الله الأيام الجاية برضو نوريكم برضو إن الزغاليل بتاعتهم والشبيات. وانتظرونا ان شاء الله في الحلقات الجايه.